طيب، فتحنا قناة جديدة واستقريت على ان انا هسميها حدوتة قبل النوم، لان هو ده موضوع القناة، هو الحواديت اللي ممكن نسمعها قبل ما ننام، لان ده محتوى انا بحبه جدا. قبل ما نبدأ منتنسوش تصلوا على النبي وتوحدوا الله الذي لا اله الا هو. ده انا محمد الهامي محمد، وفي الصورة دي بالظبط كان عندي 5 سنين و9 شهور، وده الوقت اللي امي خدتني عشان اتصور فيه الصورة اللي هتحطها في الملف بتاع المدرسة بتاعتي. كنت طفل عادي وشكلي عادي ولبسي عادي، ولكن جوايا طموح غير عادي. انا عايز حاجات كتير قوي. طب كنت عايش فين؟ كنت بتعمل ايه؟ كانت ظروفك شكلها ايه؟ هو ده اللي انا هتكلم عنه النهارده. الحكايه بدات عند جدي محمد عبد العزيز ابو السعد. انا جدي اتولد سنه 1938، وطبعا ده زمن تاني خالص غير اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. ايام ما كانت الحياه لسه بالابيض واسود، كل حاجه هاديه، مفيش دوشه، مفيش تكنولوجيا، مفيش سوشيال ميديا، مفيش ميديا اساسا. كان احدث اختراع اخترعوه وقتها هو التليفون الارضي التليفون ابو سلك. كان اياميها فكره ان انت تكلم بني ادم يبعد عنك بكيلومتر واحد بس عن طريق السلك، ده شيء ثوري جدا وشيء غير طبيعي، ولكنه اتحقق وقتها، وطبعا ده كان شيء غير عادي. كبر جدي وبقى عنده 18 سنة، وطبعا وقتها كان اي حد بيدخلش الجامعة كان بينطلب للتجنيد، ما بيقدرش يهرب زي دلوقتي. وفعلا طلبوه للتجنيد ودخل وقضى الخدمة العسكرية بتاعته. بس طول فترة الخدمة كان في حاجة شاغلة باله طول الوقت عمال يفكر فيها. يا ترى يا محمد انت اول ما تخرج من هنا هتشتغل ايه؟ فضل يفكر 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 لحد ما قرر انه هيكتب جواب لعضو مجلس الشعب عن الدايرة بتاعته. وبمعلوماتكم احنا من اسكندرية من دايرة الرمل. وفعلا بعت تلغراف لعضو مجلس الشعب وطلب منه انه يدور له على اي وظيفة عشان يتوظف. ودي طبعا كانت محاولة يائسة منه على امل ان يمكن بجد الراجل يجيب له اي وظيفة. وفعلا بعد فترة قصيرة اتفاجئ بجواب جايله من عضو مجلس الشعب، ومرفق فيه معلومة مهمة جدا، ان شركة المصرية للاتصالات، ودي كانت اكبر شركة في مصر وقتها، الشركة المسؤولة عن مصلحة التليفونات، ان هما بيبنوا سنتر جديد في محافظة البحيرة في مدينة رشيد. طبعا مدينة رشيد مدينة عريقة جدا، مش عارف ممكن تكونوا سمعتوا عنها قبل كده ولا لا. مدينة لذيذة بتطل على النيل وفيها سمك وحياتها هادية جدا، مش صاخبة زي اسكندرية او القاهرة. وكان وقتها مصلحة التليفونات بتفتح هناك، وكانوا محتاجين موظفين كتير جدا، لان اياميها كانت الحياة مش زي دلوقتي. اياميها كنت عشان تقدم على التليفون كان لازم تستنى دورك، ودورك ده ممكن يفضل 2 و3 و4، لان اياميها ما كانش في بنية تحتية زي دلوقتي تقدر توصل بيها التليفونات بسهولة، اللي هو البوكس اللي احنا متعودين عليه. كان اياميها السلوك بتبقى متعلقة فوق زي عمود الكهرباء بالظبط، وطبعا كانت بتتقطع على طول، وكانت الطيور بتقف عليها، وكانت بتحصل حوادث، فطبعا كانوا بيحتاجوا موظفين كتير جدا. والحزن حظ جدي ان جات له الوظيفة دي. وفعلا اول ما خلص الخدمة العسكرية اتجه لاسكندرية، وراح سلم على امه وسلم على اخواته وودعهم للمرة الاخيرة، وقال لهم خلاص انا راح استلم شغل هناك، وان شاء الله في اقرب فرصة فيها ترقية هقدم على طلب ان انا اتنقل على اسكندرية وارجع تاني. فراحت امه بصت له قالت له بص يا محمد، يا عالم هنتقابل تاني ولا لا، انا كل اللي انا عايزاه منك دلوقتي انك تاخد بالك من نفسك وتلتزم بشغلك وتراعي ربنا فيه عشان ربنا يبارك لك. وراحت مطلع له من الشكمجيه بتاعتها غويشه تعبان. وما ادراك الغويشه التعبان ايامها كانت عامله ازاي. قالت له الغويشه دي مهرك عشان يا حبيبي لما تعوز تتجوز ما يكونش ناقصك اي حاجه، ودي الحاجه الوحيده اللي اقدر اقدمها لك بعد ما ابوك توفى الله يرحمه. وفعلا جدي شد رحاله وخد حاجته كلها وطلع على مدينه رشيد، ومن هناك بتبدا الحكايه كلها. اول ما وصل طبعا ودوه لسكن الموظفين، وبدا يعيش حياته بشكل طبيعي، ينزل يقعد على القهوه ويتعرف على ناس جديده، يقعد مع زمايله يفطر ويتغدى معاهم عشان يكون له دايره اجتماعيه، لانه اول ما راح صابته الوحده بشكل كبير جدا. وجدي وقتها كان سنه صغير، تقريبا كان عنده 22 سنه، وده طبعا سن صغير على وقتنا ده، ولكنه اياميها كان كبير جدا. جدي بقى اياميها كان مدمن القهوه. يا عم السيد اعمل لي قهوه مظبوط، يا عم السيد اعمل لي قهوه ساده، لحد ما في يوم من الايام بينده على عم السيد لا مش موجود. فسأل عم احمد اللي قاعد جنبه على المكتب الله هو فين عم السيد؟ قال له مفيش، ده لسه شايفه واقف مع بنته من شويه، الظاهر عندهم مشكله في البيت. وقد كان.
خد بعضه وطلع يطمن على عم السيد لانه كان راجل كبير في السن وكان راجل غلبان قوي، فلما اطلع اشوف في ايه لحسن يكون في مشكله اقدر اساعده فيها. وفعلا طلع، لا واقف مع بنته، بنت صغيره عندها 17 سنه، شكلها جميل وشعرها طويل وعينيها ملونه ولابسه جيبه قصيره وشكلها بريء جدا. وده كان اليوم اللي جدي شاف فيه جدتي لاول مره. شوفوا الحياه كانت لذيذه ازاي. بالصدفه البحته طلع يدور على الراجل الساعي اللي بيعمله القهوه، يشوف بنته ويعجب بيها والست دي تبقى جدتي. ومن هنا بيبدأ فصل جديد في حياة جدي، مرحلة انه خلاص بقى موظف حكومة وبقى راجل متجوز. ظروف جواز جدي كانت غريبة قوي. كان شاب وحيد ما عندوش عيلة ولا عنده أسرة، وكان أيامها في أزمة في الإسكان في مصر. لو رجعت بالزمن للخمسينات هتعرف إن أيامها كان في أزمة كبيرة في الإسكان، ما كانش في تطوير عقاري زي النهاردة انت بتبقى قاعد بتلاقي التليفون بيرن، ترد عليه تلاقي واحد عايز يبيع لك شقة بالتقسيط المريح. على عكس أيامها كان في أزمة كبيرة جدا، لأن كل الشقق مسكونة وكل الفلل مسكونة. وطبعا دي كانت أزمة كبيرة وقتها بتقابل جدي وبتقابل كل الشباب اللي في سنه اللي عايزين يتجوزوا. ولكن طبعا عشان عم عبد الواحد كان عارف إننا جدي محمد عريس ما يتفوتش، قرر إن هو هيساعده وقال له بقول لك إيه يا ابني، أنت لا هتروح ولا هتيجي، إحنا هنشطب لك أوضة هنا معانا في البيت وهتقعد تتجوز فيها أنت وبنتي. وقد كان فعلا هو ده اللي حصل. وطبعا زيه زي أي شاب في الدنيا أكيد كان عنده قرارات سليمة وقرارات غير سليمة. وطبعا لأن هو راجل متوفي دلوقتي الله يرحمه، وهنعمل فصل زمني وهو إن إحنا هننط لسنة 1974، ودي السنة اللي أبويا اتولد فيها. طيب خلينا نقول إن دي حلقة تجريبية وشايف إن هي كده طولت، فهنقفل الحلقة على كده. واستني مني إن شاء الله الجزء التاني هيكون فيه المرحلة الجاية من حياتي، وهيكون فيها إجابات كتير على أسئلة ممكن أكون أنا نفسي محتاج إن حد يسألها لي. استنوني مش هتأخر عليكم. وطبعا منساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو وتسيب لي أي سؤال ممكن يخطر في بالك، وإن شاء الله هجاوبك عليه في الحلقة الجاية.